نعمل شوية حاجات في البيت كده استعمال يومي. بس قبل اي حاجة سمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هتجيبي بولة بقى تحطي فيها كوبايتين من الزبادي وتحطي فيها شوية لبن. انا كنت جايبة 2 كيلو من الحليب، وبدأت احط كوبايتين الزبادي وبعد كده شوية لبن دوبتهم كده، وبعد كده حطيت 2 كيلو كلهم وسخنت الفرن على درجة حرارة هادية خالص، ودخلت البولة دي بالظبط حوالي 4 ساعات. أول ما تتماسك معاكي حطيها في التلاجة وهتطلع معاكي أحلى بول الزبادي. اقول لكم بقى اللي انا لما غليت اللبن وسبته يهدى شويه طلعت منه احلى علبه قشطه كده. بقى البوله بتاعت الزبادي دي قسمتها بالنص، النص خليته زبادي في التلاجة بينفعني قوي في السلطات والعشاء والفطار الولاد وكده بينفع الزبادي، والنص التاني حبيت اعمل منه لبنه. اللبنه يا جماعه غاليه جدا في السوبر ماركت، اقل علبه حوالي 100 جرام معديه ال 100 وحاجه. فتعالي نعمل بقى اللبنه دي في البيت من غير ولا قماشه ولا عقد. دي بقى بوله مقاس المصفى بتاعتك، او ده كان منخل صغير عندي. بدات ان انا احط فيه نص كميه الزبادي، وبعد كده سبت النص التاني بقى استعمله زبادي يعني. وبعد كده هاتي ستريتش او ورق فويل، كيس بلاستيك، اي حاجه، وبعد كده حطي في ايله، اما حله تقيله او زي كده طاجن. انا حطيت اللي هو طاجن فخار ده، حسيته اتقل حاجه عندي. سيبيها بقى ليله كامله في التلاجة، واول ما ينزل منها اي ميه حطيها تاني في الحله او التقيله اللي احنا عاملينها دي عشان تتقلي عليها بقى تاني يوم. بصي نزلي كميه ميه قد ايه. طبعا الميه اللي بتنزل منها انا بحطها في التقيله اللي هي بتبقى فوق. طلع كريمي عامله زي القشطه. حطيها جنب عسل، حطيها جنب مربى، اعمليها بزيت زيتون وزعتر وطماطم كده زيي، هتاكلي احلى لبنه تركي. بجد حلوه قوي، فظيعه، كريمي، تتاكل كده ومشبعه جدا طبعا، وحاجه مضمونه 100% وصحيه. بقى اللي طلعت دي اوعي ترميها، سيبيها على رف التلاجة وهنعمل بيها احلى مخبوزات. وعايزه اقول لك بقى ب2 كيلو من اللبن طلعنا زبادي وطلعنا قشطه وطلعنا كمان لبنه، وكمان شويه الميه دي هنعمل بيهم احلى مخبوزات. وبس كده، يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبالف هنا وشفا. اشوفكم خير فيديو جاي، سلام عليكم.